يا جماعة التيك توك في الفالنتاين دخل مرحلة غريبة جدا، وفيديوهات النهاردة غريبة واغرب من الفيديوهات اللي شفناها قبل كده، فتعالوا مع بعضينا نبدأ حلقتنا. ابعت يا اللي بتبعت. مساء الفل عليكم يا ابطال اليوتيوب، يا رب دايما تبقوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو النهارده، شكرا لكل حد بينضم للقناه بتاعتنا، وشكرا لكل شخص بينضم لجيش كوكا. لو انت لسه جديد انزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب في القناه، انضم للقناه بتاعتنا عشان نوصل ل 100,000 اقوى وقت في اسرع وقت. وما تنساش تابعنا على الانستجرام، اللينك موجود في صندوق الوصف الديسكربشن وفي اول كومنت. فيديو النهارده والفالنتاين السنه دي غير الفالنتينيات بتاعت السنين اللي فاتت، فتعالوا مع بعضينا نشوف التيك توك راح بينا فين. مش عايزه حد يقول لي شدي حيلك عشان مش قادره اشد اصلا. ماشي؟ اللي عايز يخلينا اشده هو يشده بقى، ماليش دعوه. هو ايه بالظبط اللي هنشده؟ يعني ايه بالظبط اللي انت عايزه تشديه عشان نساعدك في شده؟ ما انت يا تشده يا تهده. يا جماعة هو مش ده الروب اللي بيتلبس في اوضه النوم، ولا بين الالف والنوم، ولا دخلنا اوضه النوم؟ عايزين نفهم. عايز اقول بس حاجه للناس اللي بتقول لي الفيديوهات ساعات بتبقى مكرره. احب اقول لك ان مش انا اللي بكررها، ما انت بتبعت لي الفيديوهات فانا باخدها بصور عليها. مكرره مش مكرره دي بتاعتك انت، سعادتك مش بتاعتي. اللي جاي لا يا اخوانا، لا بقى، كفايه اللي احنا وصلنا له. البوش اب بقى عالي قوي، السيليكون بقى كتير، النفخ زاد شويه وهنضرب من كتر النفخ. معلش بقى ثانية واحدة أنا هقولها كلمة هتحاسب عليها قدام ربنا. أنت مش من أول ما سحبت حزامك بقوا يتنططوا قدامك، هم أساسا بيتنططوا من بداية الفيديو. اللي بعده نراجع نحو ما ترجعوش ورايا، أنا عارفة بقول لك يا ريتني كان اسمه محمد او شبح الحته او من 5 ل6 او امسك الجته، يعني اي حاجه انا معاكم. تعبان يا باب، تعبان يا اخي، بتقطع من جوه. يا جماعه انا سمعت عن الكيرفي والفلات والسمباتيك، لكن اول مره اشوف ملبن بيرقص، اول مره اشوفها. تحياتي لكل الملبن وتحياتي لكل براميل الجبنه، تحياتي ليكم. صدقوا بالله المفروض يقطعوا النت عن العالم كله، يقطعوا النت عن مصر. الكوكب ده عايز يتنسف. فين رئيس كوريا اليابانيه؟ يقطع قنبله على العالم ده، اشكالك ونخلص منها. حد يشيل الفيل؟ والله هو المفروض احنا نشيلك انت من على وجه البسيطه، اساسا نشيلك انت من على كوكب الارض كله. سعادتك الفالنتاين مش كده خالص، يعني البلالين الحمراء ماشي، الكطايه ماشي، الهوت شيرت ماشي، بس مش على التيك توك. ده اللي جاي بالليل. ورغم كده شابوه يا بنات، تحياتي جدا ليكم من اللي مبوظين ركابيكم. في حد كده عايزه اقول له مش عيب عليك اللبان يطلع ذكر وانت لا؟ والله وانا بردك في حد عايز اقول له مش عيب عليك لما اللبان يبقى يطلع ذكر وانت ما عرفتش تربي بنتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرجينا التاتوير اللي على كتفك. الكلي فوت على اللايف، يلا فوت على اللايف. ايوه نعم، يعني فين، ايه، مين، ازاي، امتى، وفين اشوف التاتو؟ ازاي اروح على اللايف اتفرج على ايه بالظبط في اللايف؟ ما انتوا قولوا لنا، ما لو انتوا عارفين الحنبكه بتيجي منين فاحنا وساسه في الحنبكه. وانا عايز اقول لك ان انا سكينه ما تقطعش بطيخه يا دكتور، انا مش انا.
لا يا اخوانا، لا يا اخوانا، لا 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 لا، الموضوع بقى اوفر، الموضوع بقى everything is okay. ناموا يا زينب، ناموا. البنجو مش بتاعي والله بارك لك الذنب ذنب حامد، هو الذنب ذنب الفيزون والكمبليزون ان هو قافش في خرم الاذون. يلا يا كوكا امسك نفسك، يلا يا كوكا مش كده، يلا يا كوكا. احنا هنضيع، احنا بقينا في كوكب غير الكوكب بتاعنا خلاص. احنا كده بقينا في مش في المريخ ولا في زحلوق ولا في عطارد ولا في ليبتون، احنا هنا بقينا في كوكب مش فاهمينه. والله انا ما فاهم، انا ما فهمتش هي ايه اللي حمراء وايه اللي ناقصها وتبقى نمره. انا مش فاهم، حد يفهمنا. لو انت عزيزي المشاهد بتتفرج دلوقتي على الفيديو ده وفاهم معنى المحتوى اللي بيتقدم على السوشيال ميديا دلوقتي ايه، واللي على التيك توك ايه، تعالى فهمني. خش كلمني على الانستجرام، اللينك بتاعي موجود في صندوق الوصف والله وفي الديسكربشن، وهتلاقيه كمان في الكومنت المثبت. خش وابعت لي على الانستجرام قول لي تعالى يا كوكا انا هفهمك، ودربن دربن 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 وتفهمني ايه اللي بيحصل. عشان انا بقول كفايه علينا اللي بيحصل في المجتمع، يعني كفايه البراكين والزلازل والامطار والسيول والرعد والبرق، ما بيبقاش كل حاجه علينا. الطبيعه اساسا غضبانه علينا من اللي بيحصل في المجتمع المصري، من اللي بيحصل على السوشيال ميديا. ما بنتعلمش من غلطاتنا، ما بنتعلمش من اخطائنا. بيشوفوا كل يوم والتاني بنات بتتحبس وبنات بتتسجن وبنات بيتقبض عليها وستات روتين يومي بيوتها بتتخرب، وبرضك مفيش اي ادنى شيء بالمسؤوليه. خلاص احنا بقينا في حاله اللامبالاه. تلاقي واحد داخل يقول لك انت بتستفاد ايه لما بتجيب الفيديوهات وبتتكلم عليه؟ يا باشا انا طالع اوعيك، طالع اقول لك خلي بالك ما تتابعش المحتوى ده، وحتى لو انت بتتابعه عشان ترفه على حالك فخلي بالك من عيالك، خلي بالك من اخواتك، خلي بالك من بناتك. احنا بقينا في دنيا غريبه، دنيا ما يعلم بها الا ربنا. صدقني انت مش مقتنع بده، مش مقتنع بخطوره الموقف، ولكن انا هنا جاي اقول لك ان احنا بقينا في وضع خطر كبير جدا. بنطلع نجيب المحتوى اللي على السوشيال ميديا ونقدمه ليك بشكل فكاهي، بشكل كوميدي. انا لو قلت لك ده عيب وده غلط وده ما يصحش مش هتتفرج ومش هتستوعب. فانا طالع اقول لك ان ده غلط وده عيب وده ما يصحش بطريقه كوميديه، بطريقه حضرتك تستوعبها، بطريقه حضرتك انت كمان تفهميها، تتفرجي تتبسطي تضحكي تقولي اه والله ده فعلا ما يصحش، ده ماسكهم صارخهم. ولكن انا مش من الغرض من الفيديو ان انا اسلخهم ولا ان انا احمرهم واشمرهم وامرهم. الغرض من الفيديو ان اقول لك خلي بالك من بناتك، خلي بالك من عيالك، خلي بالك من اختك، خلي بالك من اخوك، خلي بالكم يا جدعان لما تتابعوا عيالكم واخواتكم مش معناها تطفل في حياتهم الشخصيه، ولكن هو خوف عليهم، حرص عليهم. السوشيال ميديا بقت خطر. احنا النهارده لما قاعدين على الفيسبوك سعادتك بنلاقي حاجات غريبه جدا، تلاقي اعلان ظهر لك على الفيسبوك ولا على اي موقع تواصل اجتماعي في اصوات غريبه جدا وفي برامج لايف غريبه جدا بتظهر لنا، وبناتنا بتخش عليها وعيالنا بيخشوا عليها. خلي بالكم لان احنا بقينا في مستنقع افكارنا، احنا بقينا في مستنقع مش عارفين اوله من اخره. بجد احنا بقينا في خطر. انا دلوقتي بقول لك انت السبب، هتقول لي انا السبب في ايه؟ هقول لك انت السبب في انك بتتابع المحتوى ده، في انك بتخش تعمل داونلود للبرنامج ده، بتخش تبث على اللايف ده، تبعت هديه لدي وتبعت هديه لدي، وكل واحده مزنوقه في قرشين تخش على اللايف، كل واحده مزنوقه في حتتين تخش مش عارف فين. بجد احنا بقينا في كوكب مرعب، كوكب مريب. صدقوني احنا خلاص قربنا على نهايه العالم. يعني عارف اقول لك لو نيزك كده ينزل علينا يخلص البشريه ويخلص الكوكب، لان اخطر شيء على الارض دلوقتي هو البشر، اخطر شيء على الكوكب عموما هم البشر. لما جالنا كورونا وقعدنا في بيوتنا صدقوني خرم الاوزون اتسد، خرم الاوزون تخيل دي اتسد. احنا دلوقتي بنفتح خرم الاوزون تاني. بكده كنا وصلنا للفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وانت لسه جديد. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك يا احسن ناس في الدنيا.